Mascherano il Marocchi ديما مغرب. Le régime algérien est un régime militaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé le Polisario pour déstabiliser le Maroc. Le Maroc, il faut le savoir, hein, c'est le pays le plus ancien dans le monde. Le Maroc existe depuis 12 siècles. Alors, la France existe depuis 1000 ans. La France n'a pas colonisé le Maroc. Pourquoi? Mais parce que c'est un grand État. C'est facile de coloniser des petits trucs qui n'ont pas d'histoire. Mais coloniser un État, c'est très difficile. Quand la France a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc. Tlemcen, Oran, et même jusqu'à Mascara et tout ça, toute cette région faisait partie du royaume. Bon, la France s'installe, colonise l'Algérie, elle s'installe également au Maroc comme protectorat, et elle a décidé, comme ça, arbitrairement, de rattacher tout l'ouest de l'Algérie, du Maroc, enfin, tout ce qui est l'est du Maroc, elle a pris. Elle a tracé une frontière comme ça. Que pouvait faire le Maroc, c'est un État et tout ça, bien, enfin, il n'a pas le pouvoir de... مشاهدينا الكرام من الجزائر العاصمة في قضية كمال داود. قال مقربون من الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام سانصال أن الكاتب انقطعت أخباره منذ مغادرته إلى الجزائر العاصمة يوم السبت الماضي، ولم ترد أي أخبار عنه منذ 6 أيام وفق تعبيرهم. طالبت دار النشر الفرنسية غاليماغ الجمعة بالإفراج عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام سانصال بعد اعتقاله على يد أجهزة الأمن الجزائرية غداة إبداء الرئاسة الفرنسية قلقها إزاء اختفائه. وذكرت وسائل إعلام عدة من بينها مجلة ماريان الفرنسية أن الكاتب البالغ 75 عاما والمعروف بمواقفه المنددة بالتشدد الديني والاستبداد أوقف السبت في مطار الجزائر العاصمة آتيا من فرنسا. كما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية عن توقيف سانصال في مطار الجزائر العاصمة من دون أن تحدد تاريخ ذلك، ولم تتوفر أي معلومات رسمية أخرى عن مصيره في ظل توتر العلاقات بين باريس والجزائر. وبحسب صحيفة لو موند الفرنسية فإن السلطات الجزائرية انزعجت من تصريحات أدلى بها سانصال لمجلة فرونتيير الفرنسية المعروفة بمواقفها اليمينية المتطرفة، تبنى فيها موقفا لم يرق النظام الجزائري بخصوص ملف الصحراء المغربية. هذا الرجال حتى كبير في العمر وهو جزائري، هو فرنسي من أصل جزائري، طلع له في هذا القناة وتكلم وقال كلاما خلى هذا الجزائر كلها واقفة على رجل، حالة من الهذيان وحالة من النعيق وحالة من الإرباك وانعدام التوازن، لأنه واحد تكلم. شفتوا بالله عليكم دولة يهزها واحد عادي، يعني لا هو مسؤول في دولة ولا واحد يعني فرنسي من أصل جزائري قال رأيه في الحضارة المغربية وقال كلاما لا تحب أن تسمعه أو لا تحب أن تسمعه الجزائر أبدا. أنا سأعرض لكم كلام الرجل ثم بعد ذلك أثبت لكم شيء آخر مثبت: الغباء الاستراتيجي عند الإعلام الجزائري، غباء مستفحل، غباء ما بعده غباء في التعاطي مع مثل هكذا مشكلة. يعني واحد طلع تكلم، لو عندهم حنكة وذكاء يتجاهلوه. الدليل يعني بالعقل والمنطق، أنت دولة وهذا شخص قال كلاما عدي، والله أن لو أنكم عديتوا لما سمعنا به. لو أنكم في السلطات، سلطات القوة الضارقة هذه، لو أنكم تجاهلتم الرجل وما عطيتوا قيمة وتجاوزتم عنه لما علمنا ولما درينا ولما درى أحد. لكن إذا كان هذا الرجل يتمنى أن يسمعه مليون، أنتم خليتوا 200 مليون إنسان يسمعه. بفضل الغباء الجزائري أوصلتم كلامه إلى ملايين البشر، وما كان حد سيسمعه إلا يمكن 100,000 أو 200,000 أو مليون في هذا القناة. لكن لأنكم أغبياء كبرتوا الموضوع وهولتم وصحتم وعملتوا عليه برامج، واللي ما درى يدري. يا عالم تعالوا شوفوا، أنا والله ما كنت أعلم به.
وصفت وكالة الأنباء الجزائرية ما تثيره بعض الأوساط السياسية والفكرية الفرنسية حول حالة الكاتب بوعلام صنصال بالضجة الكوميدية، مؤكدة أنها دليل إضافي على وجود تيار حاقد ضد الجزائر، وأنه لوبي لا يفوت أي فرصة للتشكيك في السيادة الجزائرية. وأضافت وكالة الأنباء الجزائرية أن توقيف صنصال المثقف المزعوم المبجل من قبل اليمين المتطرف الفرنسي أدى إلى إيقاظ محترفي السخط، إذ هبت حسبها الأسماء المعادية للجزائر والمؤيدة للصهيونية في باريس هبة رجل واحد، حيث صعدوا إلى الواجهة للدفاع عن محترف التزييف هذا الذي وقع في شر أعماله حسب وصف الوكالة. ولفتت وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن الرئيس ماكرون العائد من رحلة استجمام من البرازيل، حيث وصف الهايتيين بالأغبياء، فقد عبر عن قلقه البالغ وأن فرنسا الماكرونية الصهيونية تشجب توقيف صنصال في مطار الجزائر، لكنها لم تصرح للعالم عما إذا كانت لديها السيادة اللازمة التي تمكنها من اعتقال بنيامين نتنياهو إذا وطئت قدماه مطار شارل ديغول. كما شددت وكالة الأنباء الجزائرية على أن فرنسا في عهد ماكرون ليست غريبة عنها التناقضات، قائلة إن هذا الرئيس الذي يتحدث عن جرائم ضد الإنسانية في الجزائر بخصوص الاستعمار الفرنسي ويقر في اعتراف للتاريخ باغتيالات دولة طالت علي بومنجل وموريس أودان والعربي بن مهيدي، ويكلف سفيره بوضع إكليل من الزهور على قبر شهيد الجزائر، هو نفسه من يدافع عن منكر يشكك في وجود الجزائر واستقلالها وتاريخها وسيادتها وحدودها. اكتملت جوقة النباح الغربي عبر مختلف منابر الإعلام الكوميدي التي لا تبرح تخرج في كل مرة بشطحات جديدة تخدم أجندات صهيونية لضرب استقرار كل بلد لا يخدم مصالحها. وها هي ترسانة النخب السياسية والإعلامية الفرنسية تكالبت من اليمين إلى اليسار لأحداث ضجة كوميدية منذ أن وطأت قدم بوعلام صنصال الجزائر وتم توقيفه بتهم ثقيلة. بوعلام صنصال عامل ذو أصول مغربية وبيدق متنكر تحت عباءة الأدب لخدمة مشروع قذر. هرب والده للجزائر من ظلم المخزن المغربي فأكرمته الجزائر للاستقرار فيها، لكن اللئيم إذا أكرمته تمرد، مثل نظام عميل خان مبادئ من احتضنوه. عامل برتبة كاتب لم تربه لا الأخلاق ولا الثقافة، لكن قانون العقوبات الجزائري يعلو ولا يعلى عليه، فهو قانون دولة تعتبر المساس بوحدتها جرما وفعلا إرهابيا. هناك حملة ضد الجزائر يقودها اليمين الفرنسي المتطرف، وكذلك نظام المخزن ضد الجزائر، ضد مقومات الجزائر، ضد الأمن وسلامة الجزائر، ضد الوحدة الترابية للجزائر. والأدهى والأمر أن هذه الحملة يشارك فيها جزائريون تصهينوا وخانوا البلد. صنصال الذي كان عين باريس التي لا تنام وقلم استخباراتها تحصل على الجنسية الفرنسية بمرسوم خاص من قصر الإليزي بعد أن فاحت رائحة فساده وانكشفت أوراق عميلهم القذر، وما خفي كان أعظم. بمجرد إلقاء القبض على أحد خدمة فرنسا وأقلامها المأجورة تعال نباح أصدقاء باريس ومتملقي السياسات المتطرفة من أمثال الكتاب المرتزقة كحال كمال داود ممن أفسدوا الأدب وأصبحوا عملاء للمصالح الخاصة، والذي لم يتوانى عن سرقة ضحية دون أي اعتبار لمعاناتها. نحن لسنا ضد حرية التعبير والاختلاف، لكن بوعلام صنصال وكمال داود لا يتوانى في مهاجمة الجزائر وخدمة أجندات صهيونية. كل القنوات الغربية لها نظرة خاصة عندما يتعلق الأمر بحرية التعبير بعيدا عن المهنية.
ومؤخرا تم توقيف متدخلين في أحد القنوات الغربية دون أي حجة تذكر، فيما يتم الترحيب بكل من يهاجم الجزائر. صنصال ليس مؤرخا، وبالتالي لا يمكنه إعطاء دروس في التاريخ. نسمع كثيرا من الصحافة الفرنسية أن سبب توقيفه حرية التعبير، لكن الحقيقة غير ذلك. لو تجرأ أحد الصحفيين أو الكتاب من الفرنسيين على القول بأن منطقة الألزاس واللورين تابعتين لألمانيا، لكان للسلطات الفرنسية رأي آخر في التعامل معهم، وبالتالي الجزائر حرة ومستقلة وسيدة في قراراتها. وتبقى الجزائر سيدة قراراتها ومؤسساتها، لها فصل الخطاب في التعاطي مع أي ملف مستفز، خاصة عندما يتحالف الفكر مع المصالح الخاصة ويتحول الأدب إلى رسالة سامة وسلاح جريمة لتجمع فكري قذر. المنتسب للوزارة ولا يشتغل بالوزارة. أنا لما وصلت للوزارة في سنة 2002 بحكم مساري المهني في عدة وزارات حرصت على استقبال كل الإطارات، ولما نسأل عليه لقيته ما يخدمش في سفريات دائمة. لما سألت عليه الأمين العام للوزارة خاف علي أنا منه، وقريب بترجعني ويقول لي خليك منه، يعني من باب النصيحة. من باب النصيحة، لأن السيد كان فرعون متجبر يزدري كل الموظفين زملائه وغايب على مدار العام. ولكن يوم ما رجع وكلمته وجاني، يعني الغريب في الأمر لما سألته أنت وين كنت، قال لي في مهمة في الخارج. أنا تعجبت، مهمة في الخارج وانت إطار في الوزارة يعلم بها الوزير ولا الأمين العام على الأقل. ففاجأني وقال لي هذه مهام باسم الدولة، ولي الدولة تتجاوز مستواك أنت الوزير. تملكت أعصابي، طردته وبعثت طلب إنهاء مهامه. طردته من المكتب ودرت في أول لقاء لك به. أول لقاء لي به إن خدزني الغيرة على بلادي. شرف الوزارة مستقيس الدولة كان في محك. شوفوا الموظفين كامل يشوفوا فيه واحد متغول على الدولة باسم علاقاته مع الخارج، باسم علاقاته مع السفراء فرنسا بالجزائر، باسم علاقاته اللي يشهرها يوميا مع شيراك ومع ساركوزي ومع ماكرون. الغريب أيوة الغريب ان احد مسؤولين في الديوان السيد رئيس الحكومة انذاك كلمني بعد التحية ورئيس النبض، قال لي السيد الوزير انت اقترحت انهاء مهام بوعلام صنصال. قلت له امر عادي من صلاحياتي. قال لي ولكن هو من هو يا سيدي؟ هو من هو؟ قال لي هو كاتب وعارف، ولكن عارف ويعاون الجزائر في المحافل الدولية في مهمات رسمية، وعلى بالك لو كنا نوقفوه في عاصمة غربية راح تتزعزع. هذا تهديد ولا تحذير ولا ممكن يعني يحاول، يعني ممكن ما نعرفش السيد. فقلت إذا كان هذا السيد هذا يكل بهذه المأموريات الدبلوماسية على أعلى مستوى، مكانه الأصلي في الخارجية وقبل الخارجية على مستوى الرئاسة. أما بوزارة الصناعة انتهت مهامه.